السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة كان في عزومة كده على القد، العدد مش كبير قوي لكن عملنا اكل حلو الحمد لله. عملت كل حاجة من بالليل. تعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الكبسة باللحمة. كبسة باللحمة سهلة جدا وجميلة قوي عشان المبتدئين اللي مش عارفين او خايفين يعملوها. لا دي سهلة جدا. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة على طول. قبل ما نروح على الفيديو على طول نصلي على الرسول. احب اعرفك بنفسي، لو اول مرة تشوفي قناتي انا صافي من قناة ملكة في بيتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ضفت هنا اللحمة بالشكل ده، طبعا غسلاها كويس ومصفياها، وبدأت ان انا اضيفها على الزبدة كده. عايزه اقول لكم بتدي طعم جميل جدا بالشكل ده. بصوا اللحمه كمان بسم الله ما شاء الله صافيه وحلوه ازاي، باينه عليها. اللحمه بيبان عليها طبعا. بالشكل ده. وكمان هنزل بقى ببصله وحبهان وورق لورا، وهنزل بخلطه الكبسه بجيبها من العطار، حلوه جدا جدا. انا بسيبها الاول تاخد صدمه كده من تحت وبعدين اقلبها. ما يحلى الكلام الا بذكر الله. صلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالشكل ده. بصوا بقى بدأت ان انا اقلب فيها بالشكل ده. لما ادت لون كده من تحت بدأت ان انا اقلب فيها. شايفين؟ نزلت بقى ببصلايه كده، طبعا اديتها فرمه كده في الكبه، وبدأت انزل على اللحمه بعد ما خدت لون كده، وهبتدي اقلب فيها لحد ما تكرمل معايا كده. هفضل برضو باستمرار في التقليب. هنعمل ايه؟ هنزل دلوقتي بالليمون اهو، ده ليمون بتاع الكبسة نفسه، ومكعب مرقة، وكمان نزلت بقرفة اللي هي العيدان بتكون حلوة جدا، وورق لورا وحبهان بالشكل ده، والخلطة بتاعة الكبسة. وقلبت بقى كده اهو. الكبسة الخلطة بتاعة الكبسة بتدي لون كده اصفر، هي زي ما يكون عليها زعفران، ومعلقة من السكر. ما تستغربيش، السكر ده بيخلي اللحمة تستوي كويس وبتكون حلوة جدا، يعني بتديها سرعة كمان في السوا. وبدأت انزل كده بمية طبعا بعد ما عملت شوحت في اللحمة كتير قوي، والبصلة كمان خدت لون زي ما احنا شايفين. وبدأت انزل بالمية بالشكل ده. عايزه اقول لكم انا صفيتها عشان اشيل بقى ورق اللورا والحبهان وكل ده. في ناس بتخليه عادي وفي ناس لا، لكن احنا بصراحه بنشيل كل ده. وكمان هنا بقى غسلت الرز وبدات انزل كده اهوت. الرز عايزه اقول لكم خلي بالكم، لان الرز انواع، في نوعين من الرز البسمتي. انا بجيب بصراحه النوع اللي هو اللي سعره عالي شويه عشان بيكون احلى واجمل بكتير. وعايزه اقول لكم ما بياخدش سوا. اي حد هيقولك بياخد سوا ما تصدقيش، هو الرز انواع. اللي بياخد سوا دوت اللي هو النوع مش حلو، لكن النوع الكويس ده ما بياخدش سوا خالص، عامل زي الرز المصري. وبدأت بقى انزل كده اهو بالطريقه ديت. وطبعا بتشوفي الميه خلي بالك عشان ما تكونش كتيره. الرز البسمتي انا بعمله زي الرز التاني، بس بخلي الميه ازيد حاجه بسيطه مش قوي. وبدأت اقلب كده بالشكل ده. وكمان هغطيها بقى، ولما يتشرب اوطي عليه خالص. وطبعا اللحمه كانت داخله على السوا كده اهو بالشكل ده. شايفين بقى كده اهوت. وده كان البانيه عملته كده ناجتس، بس هنا كنت لسه هدخله الفريزر وهعمله، هنشوفه بقى في اخر الفيديو ان شاء الله. ونشوف الحلو كمان. عملت جلاش بالكنافه والسوداني، حشيته كده كنافه وسوداني.
عايزه اقول لكم كان حلو جدا وكمان عجب ابو فريده قوي. وهنا بقى اهو كبسه وملوخيه ورز مصري برضو، عشان في ناس ما بتحبش الرز اللي هو الكبسه البسمتي يعني. وعملت البانيه ناجتس وعملت لوبيا وفي مخلل والحمد لله، وعملت لسان عصفور كمان. الملوخيه عايزه اقول لكم تقيله ومش حلوه بصراحه، يعني جايباها جاهزه فتحسوها مش متخرطه حلو. ده كان الاكل بتاعنا النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعموني باللايك الحلو بتاعكم. عايزه اقول لكم كمان كلمتين حلوين بسطوني جدا. اما لقيت بصراحه ابو فريده يعني بعد العزومه قال لي تسلم ايدك، وبجد الاكل كان حلو، وبصراحه انا اتبسطت جدا. الحاجه اللي بتعجب زوجي بكون مبسوطة بيها طبعا جدا، وبيبان عليه ان كانت الحاجة حلوة او لا. يعني هو مش اللي هو بيقولها وخلاص، يعني بيجبر خاطري كده، اللي هو جبر خاطر بأي حاجة وخلاص، لا بجد والله. فربنا يكرمه ويخليه لنا. وعايزة اقول لكم كمان الحمد لله اليوم كان حلو، وكل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم وعلينا الايام بخير يا رب العالمين. استودعكم الله، السلام عليكم.